تعالى بقى اقول لك، او مش تعالى بقى اقول لك، انا المره دي مش جاي ابيع لك اي حاجه. انا كل مره باجي ببيع لك كتب، ببيع لك ادوات، ببيع لك لعب. المره دي انا مش جاي ابيع لك حاجه، المره دي انا جاي ابيع لك معلومه، بس هبيع لك ببلاش. الكتب الخارجيه وجع دماغنا كلنا، وهنشتري منين، وكل اولياء الامور هنجيب منين. طب ننزل نجيب من الفجاله، اصل مكتبه فلان بتعمل خصم مش عارف كام، ومكتبه فلان بتعمل خصم مش عارف كام. سيبك من الكلام ده كله وتعالى اسمع مني النصيحه واعمل بيها. اول حاجه ما تجريش ورا خصم الكتب، ما تجريش ورا اسعارها. انا هقول لك على حاجه، اشتري من المكتبه القريبه منك، اقرب مكتبه ليك في منطقتك او في مكانك اشتري منها. طب ليه انا اشتري من مكتبه بتبيع الكتب بسعر الغلاف واسيب مكاتب تاني او اماكن تاني بتبيع الكتب بخصم؟ هقول لك ليه. انا دلوقتي انت هتروح تجيب الكتب ب 700 جنيه مثلا، كتب ابنك عامله 700 جنيه، رحت عمل لك خصم 100 جنيه، فانت اخدت الكتب ب 600 جنيه، صرفت لك مواصلات 70 80 جنيه، ما فرقتش كتير. دي حاجه. طب في حاجه اسمها خدمه ما بعد البيع للكتب، زي العربيات والاجهزه الكهربائيه. زي العربيات والاجهزه الكهربائيه. طب ازاي؟ كتاب طلع فيه عيب او طلع فيه مشكله، المكتبه مسؤوله ان هي تبدلهولك اللي انت اشتريته منها. طيب هروح اركب مواصلات تاني واتشحطط تاني عشان ابدل الكتاب؟ طبعا صعبه شويه. لكن لو المكتبه قريبه منك هتنزل تبدل الكتاب. كتاب المدرس قال لك لا والله انا مش عايز اضواء، معلش انا اسف بدلهولي، هاتولي سلاح تلميذ. هتمسك في خناق المدرس؟ طبعا لا، هتنزل المكتبه القريبه منك تبدل الكتاب. يبقى انا دلوقتي استفدت ايه بالخصم؟ لما مثلا لقيت الكتاب فيه مشكله وما عرفتش اغيره، لقيت الكتاب مثلا المدرس مش عايزه ما عرفتش ابدله، يبقى انا ما استفدتش اي حاجه. طب المكتبه اللي تحت البيت عندي او القريبه مني هتعمل لي خصم؟ ممكن يعمل لك خصم، بس يعمل لك خصم بسيط، لان هو طبعا بيشيل كتب بيوديها المكتبه، بيدفع مصاريف، بيدفع حق نقل، في عنده ايجار، في كهرباء، في الكلام ده كله، فلازم يكسب من الكتاب بتاعه اللي هو هيبيعه. طيب وبيحاول برضه ان هو يرضي الزبون بتاعه ويرضي العميل بتاعه، هيديك شويه هدايا، هيعمل لك خصم بسيط، مش مشكله، انت كده كده الكسبان. اسمع كلامي وما تدورش على الخصم وما تدورش على الحاجات دي في الكتب الخارجيه، لان الكتب الخارجيه في حاجه فيها اسمها خدمه ما بعد البيع، عشان ما تزعلش في اخر الترم. انا والله نصيحه، واشتري من الاماكن القريبه منك، وفي نفس الوقت انت تبقى زبون عنده، بحيث ان انت خدت منه الكتب هيحاول يعوض لك اي مكسب، ويحاول يعوض لك اي خصم واي اسعار في الكشاكيل والادوات المكتبيه اللي انت هتحتاجها بعد شهر من من شراء كتب. مدارس داخله بفضل الله. انا مش بتكلم والله كلام عشان اي حاجه ولا عشان نفسي، انا بكلمك كلام عشان خاطر انت توفر مشوارك وتوفر مجهودك وتوفر فلوسك، وفي نفس الوقت تطلع كسبان في كل الحالات، ما تطلعش خسران باذن الله. اي حاجه محتارين فيها ابعتولي فيها في التعليقات وانا هعمل لكم فيديو واجاوبكم عليها. والسلام عليكم.